طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، معكم فيها شهاب رأيا والمسهل بأهم وأبرز العناوين. مكافحة دورة الحشد الخريفية بالإقليم الجنوبي. إشادة بخدمات العلاج الطبيعي في مستشفى كرم. المؤتمر الخامس لجمعية سيارات الأجرة بالإقليم الأوسط. قوات إسرائيلية وأردنية تقتل مسلحين من داعش. أمريكا تتهم روسيا بالسعي لتقويض الانتخابات المقبلة. وجوجل ينوي العودة إلى الصين. مرحبا بكم. أوضح الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة مندفرة بأن الجهود المبذولة لمكافحة دورة الحشد الخريفية بالإقليم الجنوبي تحقق نتائجا جيدة. وقدمت في الاجتماع الذي عقد في 31 من يوليو المنصرم، وشارك فيه وزير الزراعة السيد الرفاين برهي وحاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم قبر كروستوس والمهنيون الزراعيون. قدمت تقارير حول أنشطة حماية التربة والمياه والثروة الحيوانية وتنمية النباتات والتشجير خلال الأشهر الستة الماضية. وأشارت التقارير إلى إحراق مزارع الذرة الشامية في مساحة 475 هكتار ب 88 ضاحية ظهرت فيها تلك الآفة الزراعية، مما نتج عنه انخفاض انتشار دورة الحشد وخلو مزارع الذرة الشامية والذرة الرفيعة من الدودة خلال موسم الزراعة الشتوية. كما ذكر بالقيام بحملات حماية التربة وحفظ المياه وتمهيد الأراضي الزراعية وبناء الحواجز المائية بكلفة 3 ملايين نقفة في عد يعقوب وبيت مريم. وأوضح التقرير أيضا بأن نقص الأعلاف والأدوية أثر سلبا على أنشطة تربية الحيوانات وأدى إلى انخفاض إنتاج الألبان مقارنة مع العام السابق، إضافة إلى انخفاض عدد الدجاج بنسبة أكثر من 38%. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد فريم قبر كروستوس في الاجتماع لتعزيز التنسيق لتنفيذ البرامج الموضوعة في الوقت المحدد لها. من جانبه دعا وزير الزراعة السيد الرفاين برهي لمواصلة جهود مكافحة دورة الحشد الخريفية بالتنسيق بين المزارعين وخبراء الزراعة والمؤسسات الحكومية واستخدام السماد الطبيعي وتشجيع الاستثمار لتنمية منتجات العسل واللحوم. أوضح المستفيدون من خدمات العلاج الطبيعي الفيزيوثيرابي بمستشفى كرن لوكالة الأنباء الإريترية، أوضحوا بأن صحتهم أظهرت تطورا ملحوظا بفضل تلك الخدمات. وقال المرضى المصابون بالشد العضلي والتشققات العظامية وغيرها من المشاكل الصحية المماثلة، قالوا إنهم استفادوا كثيرا من الخدمات التي يقدمها القسم، داعين المواطنين الذين يعانون من المشاكل المماثلة للذهاب إلى المستشفى بدلا من متابعة العلاج التقليدي. وأشارت مسؤولة قسم الفيزيوثيرابي بمستشفى كرن الممرضة مبراغ تسفألم أنهم يقدمون خدمات العلاج الطبيعي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الشد العضلي والتشققات العظامية في الرقبة والعمود الفقري والأرجل وغيرها من أجزاء الجسم. وأوضحت الممرضة مبراغ بتدني معرفة وفهم المجتمع للعلاج الطبيعي، مما يتطلب القيام بحملات توعية لرفع الفهم والمعرفة في هذا المجال. يذكر أنه قد تعافى 150 من أصل 157 مريض قدموا إلى قسم العلاج الطبيعي في المستشفى في النصف الأول من هذا العام، فيما ظل 25 آخرون يتلقون العلاج الطبيعي في القسم، مما يظهر ذلك تطورا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي. ويضم قسم العلاج الطبيعي في مدينة كرن والذي يعمل بالتنسيق مع قسم العلاج الطبيعي في العاصمة أسمرة يضم 13 مهنيا يقدمون خدمات جيدة بفضل امتلاك القسم للأجهزة المتكاملة. عقدت جمعية أصحاب سيارات الأجرة فرع الإقليم الأوسط في 2 من أغسطس الجاري عقدت مؤتمرها الخامس،
وقدم رئيس الجمعية السيد منقس آب جابري ميكائيل تقريرا أوضح فيه بوجود 951 سيارة أجرة نشطة في الإقليم في الوقت الحالي. وأوضح السيد منقس آب أن سيارات الأجرة من نوع أوبيل وفيكتورا تواجه النقص في قطاع الغيار، موضحا أن الجمعية تقدمت بطلب تغيير تلك السيارات بالكامل من فرع المواصلات البرية بالإقليم، وهي في انتظار الرد من الفرع. من جانبهم قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة، من ضمنها تخصيص أماكن انتظار سيارات الأجرة واتخاذ قرارات صارمة ضد بعض أصحاب سيارات الأجرة الذين يفرضون زيادة تعرفة بعد الساعة 9 مساء، وعدم تسليم سيارات الأجرة للأشخاص الذين لا يملكون رخصة قيادة، وغيرها من الآراء والتوصيات. كما تم اختيار لجنة تدير أعمال الجمعية ل3 أعوام قادمة. وفي الختام وزع قائد شرطة الإقليم الأوسط العقيد بين إسحاق الجوائز ل8 من أصحاب سيارات الأجرة الذين عملوا في هذا المجال ل50 عاما، وشهادات تقديرية ل15 من أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية. وتعد جمعية سيارات الأجرة فرع الإقليم الأوسط جمعية خاصة تدار بإسهامات أعضائها ولها دستورها الخاص. أشارت الأنباء الواردة من مديرية الملك إلى نمو جيد للمزروعات بفضل هطول الأمطار الغزير في المديرية والاستعدادات المسبقة للمزارعين. وأوضح المزارعون بأن هطول الأمطار بدأ منذ شهر مايو في منطقتهم، مشيرين إلى أنهم قد قاموا بحراسة مزارعهم بالوسائل التقليدية دون انتظار الجرارات، حيث بلغت الآن مرحلة العزيق. وأشار مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية ملقية السيد أمانيل عند مريم أن معدل الأمطار بلغ حتى الآن 271 ملم، ولا زال هطولها مستمرا. كما تم زراعة أكثر من 10,000 هكتار بالذرة والطاف والداغوشة والبقوليات والدخن والسمسم. دعا مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة للدفع بالجهود الجارية من أجل تجميع القرى المتناثرة في ضاحيتي كوهولي وعربتو بمديرية فورو في مكان مركزي حتى يستفيد سكانها من الخدمات الاجتماعية الأساسية. جاء ذلك في اللقاء الذي أجراه مدير المديرية مع سكان الضاحيتين، وذكر في الوقت ذاته بأن سكان تلك المناطق لم يستفيدوا حتى الآن من الخدمات الأساسية نتيجة لعدم التجمع، داعيا إياهم لتعزيز تعاونهم في إنجاح الجهود الجارية لكونها تلعب دورا كبيرا في التطور والازدهار. وأشار مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة إلى استفحال ظاهرة قطع الأشجار في تلك المناطق، مما أدى ذلك إلى تعرض الأشجار المعمرة للانقراض، مشددا على ضرورة تعاون ومساهمة السكان والمدراء للقضاء على هذه الظاهرة. وأوضح المشاركون من جهتهم جاهزيتهم لإنجاح مهمة تجميع القرى، مطالبين ببناء مدرسة داخلية للدفع بالعمليات التعليمية. وتوجد حوالي 1000 أسرة في ضاحيتي كومبولي وعربتو تزاول حرفتي الزراعة والرعي. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي، قالت إسرائيل والأردن إن قواتهما قتلت مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية يقتربوا من حدود الدولتين بعد أن أجبرهم هجوم من الجيش السوري في جنوب غرب البلاد على الفرار. وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة جوية على الجولان فقتل 7 متشددين يعتقد أنهم من جيش خالد بن الوليد كانوا في طريقهم لمهاجمة هدف إسرائيلي. وفي تطور آخر، قال الجيش الأردني أمس الخميس إنه اشتبك مع مسلحين يقتربوا من حدود المملكة في معارك استمرت نحو 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل عدد منهم. ووصفت إسرائيل انتصار الرئيس بشار الأسد الذي أوشك على بسط سيطرته في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات بأنه أمر واقع قد يحقق الاستقرار في هضبة الجولان. ودفع هجوم الجيش السوري على جنوب غرب البلاد مئات الآلاف من النازحين نحو الحدود مع إسرائيل والأردن، مما أثار قلق الدولتين. قال مساعدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا تسعى لاختراق الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك رغم تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم وقوع أي تدخل. وشارك أعضاء من فريق ترامب للأمن القومي في إفادة بالبيت الأبيض لتأكيد وجود جهود ضخمة في الوقت الراهن لحماية انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر، وكذلك الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.
وضم الفريق دان كوتس مدير المخابرات الوطنية، وجون بولتون مستشار الأمن القومي، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادية. وكان ترامب عبر علنا عن شكه في وجود دور روسي في الانتخابات الأمريكية ليواجه اتهامات من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء بأنه يتجاهل التهديد المحدق بالمجتمع الأمريكي. وقدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا ولمحاربة الجرائم الإلكترونية، وذلك في أحدث مسعى من جانب الكونغرس لمعاقبة موسكو بشأن تدخلها في الانتخابات الأمريكية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا. أفادت تقارير بأن شركة جوجل تعتزم تطوير إصدار من محرك بحثها على نحو توافق مع قوانين الرقابة في الصين. وكانت الشركة قد أغلقت محرك بحثها في عام 2010، وقال موقع انترسبت الإخباري إن جوجل بصدد العمل على مشروع يطلق عليه اسم دراغون فلاي، وهو إجراء سيثير غضب النشطاء بالتأكيد. قالت الشركة نقلا عن وثائق جوجل ومصادر داخلية إن مشروع دراغون فلاي بدأ في ربيع عام 2017، وتصاعدت وتيرته في ديسمبر بعد أن التقى المدير التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي مسؤولا في الحكومة الصينية. على صعيد آخر، أصبحت شركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. وسجلت الشركة الصانعة لهاتف آيفون هذه القيمة السوقية في تعاملات النهار في بورصة نيويورك، حيث ارتفع سعر الأسهم إلى مستوى قياسي عند 207 دولارات. حصل قط أبيض يدعى سيو على لقب قط العام في بريطانيا بعد أن ظل ساهرا طوال الليل على ملكته لمنعها من النوم إثر إصابتها بجلطة دموية. تفوق سيو الذي نفق قبل أيام قليلة على مئات القطط ليفوز باللقب في الحفل السنوي للجوائز الذي أقيم بفندق سافوي. وتسلمت الملكة شارلوت ديكسون الجائزة. وكانت ديكسون قد قامت برعاية قطها وهو صغير حتى تعافى من مرض خطير. ومن القطط الأخرى الفائزة القط أرثر الذي ساعد صاحبه على التغلب على مشكلات صحية ذهنية، والقط توبي البالغ من العمر عامان الذي نبه مالكه قبل إصابته بنوبة تشنجات. ومن أخبار القطط إلى أخبار الرياضة، ولكن بعد الفاصل. أعلن نادي يوفنتوس وميلانو في بيانين منفصلين انضمام المهاجم غونزالو هيغوين إلى ميلانو من بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع زميله المدافع ماتيا كالدارا، بينما اتجه ليوناردو بونيتشي مدافع إيطاليا إلى الطرف الآخر. وأضاف الناديان أن ميلانو تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني هيغوين لمدة عام واحد على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو مع إمكانية الشراء النهائي، بينما دفع يوفنتوس 35 مليون يورو لضم بونوتشي بعد عام واحد على بيعه لميلانو الذي تعاقد أيضا مع كالدارا مقابل نفس المبلغ في صفقة تبادلية. وانتقل هيغوين إلى يوفنتوس في عام 2016 مقابل 90 مليون يورو بعدما سجل رقما قياسيا وهز الشباك 36 مرة في موسم واحد بالدوري الإيطالي مع نابولي، وتسبب ذلك في شعور مشجعي ناديه بالغضب. وحصد يوفنتوس لقب الدوري في آخر 7 مواسم، وسيضع تركيزه على الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني عام 2015-2017. كما قدم ميلانو بطل أوروبا 7 مرات، عدة مواسم محبطة منذ فوزه بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في العام 2011. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.